مساء الخير مشاهدينا، معانا دكتور إسلام الشيمي، مدير تنفيذي سفينة الوطن العربي. حابين حضرتك تكلمنا عن الزيارة وعن المشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية برحب بيك وبرحب بقناة الشمس، وبنقل تحيات معالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. سفينة النيل للشباب العربي فكرة بتنفذها الإدارة المركزية للتنمية الشبابية لتنمية الشباب داخل وزارة الشباب والرياضة. المشروع بيضم أكثر من 12 دولة، ودي بتتنفذ على مدار سنوات عديدة فاتت. النهاردة بنضم الدول العربية بهدف تبادل ثقافات وتبادل آراء حول تنمية الطاقة النظيفة والمتجددة والمتغيرات خاصة بمتغيرات المناخ. فكان دي فكرة السفينة، كل سنة بيكون ليها فكرة أو فكرة استراتيجية بتخص الأمور الحياتية اللي بتمر بيها الدول العربية